السلام عليكم، معكم محمد مالو من قناة ميكانولوجي. النهارده نشرح ازاي اربط خلية بلينك او بفولدر او بلينك على اليوتيوب او باي صفحة تانية في شيت من الشيتات هنا. لو انا عملت مثلا كتبت في الخلية دي تمام، عايز الخلية دي اربطها بشيت من الشيتات دي، يعني لو ضغطت عليها تقوم مدخلني الشيت من الشيتات دي. فقوم ضغط على كليك يمين واقوم مختار كلمة لينك. هو بيقول لك اهو لو انت تعمل بليس ان ذيس دوكيمنت، اول حاجة عشان اختار شيت من الشيتات دي اقوم مختار مثلا شيت رقم، خلي الشيت رقم 1. يبقى احنا خلاص نربط دي بشيت رقم 1. قوم ضغط اوكي. شوف بقت هم العلامة لون لبني كده، لو ضغطت عليها وضغطت على هوم هيوديك ايه شيت رقم 1. ده الشغل القديم اللي احنا كنا بنعمله. لو ضغطت على هوم تروح على ايه شيت رقم 1 اللي هو شيت رقم 1 اهو. خلاص تمام. دلوقتي مثلا عايز اكتب اعملها لينك، مثلا اعمل لينك اربطه بيه اضغط عليه يفتح لي قناة يوتيوب. فانا ممكن اكتب مثلا ايه ده مثلا قناة ميكانولوجي اللي هي ايه يوتيوب شانل. كده ضغطين على لينك مختارين سنشن فايل اور ويب بيج، عملت كنترول في الاسم بتاع قناة اليوتيوب. اوكي خلاص ده ضغطت عليها تفتح لك قناة يوتيوب. خلاص فتحت لك القناة بتاعتك على طول. طيب لو عايزين نعمل فايل مثلا هنعمل مثلا ايه اكسل. عملنا كليك يمين ولينك مثلا انا اخليه يفتح لي فايل مثلا من الفايلات دي، اللي هو مثلا اخليه يفتح فايل رقم 2 ده. اوكي لو ضغطت كده عليه هتلاقي فتح لك فايل اكسل رقم 2. ده غير اللي احنا فاتحينه، اللي احنا فاتحينه ده رقم 1. هو بقى فتح لك رقم 2 اللي هو فايل تاني خالص، او ممكن تعمله كورس او فولدر او اي حاجة انت عايزها.